خسارة منتخبنا اليمني أمام المنتخب الإماراتي اليوم ما نزعل، لأن كرة القدم فوز وخسارة. اللي مزعلني عدة أسباب. لاعبينا بعد ما نستقبل الهدف الأول على طول تجي لهم حالة يأس 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 يأس، ونفس اللي حصل مع منتخبنا اليمني الأول أمام منتخب جزر القمر في التصفية المؤهلة إلى كأس العرب. كنا متقدمين وكنا ما شاء الله تبارك الله بنلعب بروح قتالية. عندما استقبلنا هدف من جزر القمر الهدف الثالث رجعنا استقبلنا هدف رابع وتعادلنا وخسرنا بركلات ترجيح. اليوم كنا بنقاتل لما كنا متقدمين بنتيجة 1-0، لكن لما سجلوا علينا المنتخب الإماراتي اليوم الهدف الأول ومن غلطة دفاعية والهدف الثاني ومن غلطة دفاعية على طول حالة يأس، كأن احنا ما احناش قادرين نعوض، إلى أن يأتي الهدف الثالث ومن غلطة الحارس سوء تقدير، يعني ظن ان الكرة خارج المرمى، رفع يده والكرة دخلت. على العموم هارد لك، وان شاء الله باذن الله القادم اجمل، وان شاء الله منتخبنا اليمني البطل الاولمبي ان شاء الله باذن الله يعوض الخسارة هذه بفوز امام منتخب عمان ونتأهل الى الدور الثاني من بطولة كأس الخليج. تحياتي للجميع.